تعالوا النهارده بقى هنحضر سفرة كده جميلة، عزوم من عزومات رمضان الجميلة اللي تشرفك قدام ضيوفك. هنعمل احلى سمك مشوي في البيت ومن غير دخان ومن غير ما يتعبك خالص خالص، وبطريقة سهلة وبسيطة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اول حاجة كده معانا سمك بولتي حلو كده وطازة، ومعانا الخضار هيبقى عبارة عن بصلتين شرايح مقطعين جوانح وجزراية وبقدونس، يعني على حسب الكمية اللي انت عايزاها، وطماطمايه متقشرة ومتقطعة. تعالي بقى كده نشوف هنعمل ايه يا ست الكل، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول ما دخلت كده الفيديو سمي الله وحطي لي اللايك الجميل بتاعك، وتعالي اتفرجي معايا كده على احلى سمك مشوي هتعمليه في البيت، والله هيعجبك جدا جدا. معايا كده قرنين من الفلفل الرومي وقرن فلفل حامي على حسب الرغبة، يعني لو في فلفل احمر برضو ماشي الحال وهيبقى جميل. لو عندك برضو هريسة شطة يبقى يا جماله يا جماله كده. هنحط برضو الثوم بهريسة الشطة، هيخلي السمك معايا تحفة تحفة. طبعا السمك المشوي عارفين طبعا للبنوتات اللي بيدخلوا لسه جديد المطبخ ان السمك المشوي مش بيتنضف القشر بتاعه من بره ولا حاجة، هو بطنه بس اللي بيتنضف، وبنغسله كويس جدا جدا بالملح والدقيق والليمون، وبيبقى زي الفل، وبنصفيه تصفية حلوة قوي، وبنعمل له الخلطة دي وهيبقى جميل جدا جدا. هاخد معلقة كده من الثوم اللي كنا مفرزينه السنة اللي فاتت مع بعض اللي هو عليه هريسة الشطة، وهاخد كمان معلقة من الثوم العادي. شايفين الثوم لسه ابيض معايا زي الفل ازاي، والله الكاميرا كمان ظلماه، يعني خدت معلقة ونص كده منه عشان انا عايزة خلطة تكون كتيرة معايا. هنعصر ليمونتين كده، التوابل بتاعتنا هنقول على التوابل دلوقتي. يلا بقى انت اللي لسه تتفرجي على الفيديو وما حطيتيليش اللايك، ما تستخسريش فيا اللايك علشان يوصلك كل حاجة بنزلها. وطبعا اللي مش مشترك في القناة يا ريت يشترك في القناة فضلا وليس امرا. الحمد لله والشكر لله، يعني كملنا 2000 اخت واخ بفضل الله يا رب، عقبال 5 و10,000 ان شاء الله باذن الله. يعني املي في ربنا كبير ان احنا كده نكبر عيلتنا، وطبعا القناة دي مش هتكبر الا بيكم حبايبي. هنحصرنا كده مع بعض بقى الليمون زي ما انتم شايفين كده. الليمون بيديله طعم جميل، طبعا انتوا عارفين ان السمك روح الليمون. هنحط بقى هنحط مع بعض بقى، نجيب كده ربع كوباية من الخل وهنحطها على الخلطة دي. هنحط الاول معلقة صغيرة من الكمون، السمك روحه الليمون والكمون والخل، معلقة صغيرة، يعني حبيت احط حبة كمان لان بصراحة بحب الكمون كتير جدا في السمك يعني. وهنحط كمان نظبط بقى الملح، وما تخافيش انا حطيت معلقتين صغيرين مليانين كده، وما تخافيش مش هيحدق منك خالص. وهنحط كمان نص معلقة صغيرة كده من الكزبرة. انا يعني انتوا عارفين ان انا مش بحب احط على السمك كزبرة بصراحة، بس المرة دي قلت احطه، بصراحة ما كانش وحش، كان جميل جدا. ربع كوباية من الخل، وهروح اخلط كل المكونات دي ونرجع تاني مع بعض. بصوا خلطة ريحتها بقى، عايزة اقول لكم ان ريحتها كانت جبارة جبارة. عايزة اقول لك بقى على حاجة يا ست الكل، لو انت عندك عزومة ما تتردديش في اكلة سمك حلوة زي دي كده، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم ان انا يعني السمك ده كنت بدأت فيه الساعة 3:30، يعني كنت صليت العصر ودخلت عملته ما خدش، وقبل المغرب كنت مخلصة الحمد لله بفضل الله يعني. يعني اكتر حاجة ما تاخدش منك الوقت من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت بصراحة هو السمك. انا طبعا حطيت التتبيلة كده في البولة، وحطيت عليها شوية ملح وشوية شطة وظبطت الدنيا، وهتشمي احلى تتبيلة. التتبيلة دي تنفع لأي نوع من السمك، تنفع لأي نوع للسمك، هتخلي ريحة طعم السمك بتاعك جبار جبار جبار. هناخد كده 3-4 معالق من الخلطة دي ونخليهم كده على جنب. انا اقدر احط الخضار دلوقتي في التتبيلة واحشي كله مع بعض، بس انا عايزة السمك ده يبقى ليه طعم حلو كده،
فهتبله الاول من بره ومن جوه، هتبل السمك الاول بالتتبيله من بره ومن جوه. يعني انا مجنونه ان انا احط كمون كتير جدا على السمك، فحبيت احط حبه كمان كده، وبصراحه السمك كان طعمه خطير. يعني كل اللي ده قال لي بصراحه احسن ما بنشتريه مشوي من بره بجد والله. هنتبله كده بقى من بره ومن جوه الاول، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. الخضار اللي انت عايزه تحطيه حطيه، يعني بس ده افضل خضار بصراحه انا حطيته، اللي هو الجزر والبصلايه والبقدونس والبصل وجزر وبقدونس وطماطمايه صغيره متقشره. تمام تمام. عايزه تحطي كرفس، انا مش بحب الكرفس، انا حبيت احط بقدونس عشان بحب طعم البقدونس في السمك، بيبقى طعمه جميل ولذيذ في اللذيذ كده. تمام تمام. تعالوا بقى اشربوا معايا الشاي وانا بعمل لكم كده الفيديو. حبيت ايه بقى اشرب كوبايه شاي تدفيني، لاني بصراحه الجو النهارده برد جدا جدا. فحطينا بقى الخضار كله على بعضه كده مع التتبيله اللي فاضت، وكمان هحط عليها معلقه كده من التتبيله اللي انا شايلاها بره دي، وهنقلب كله كده. الله الله على الريحه بجد، نفسي كنتوا تشموا الريحه دي، حاجه متعه. حبيت كده احط شويه بقدونس كمان، حسيت ان هي محتاجه شويه بقدونس، فانا حاطه بقدونس كده ومقطعاه جنبي عشان لما اعمل كمان السلطه يبقى جنبي على طول. هنحشي بيه بقى السمك دوت. يعني حبيت ان انا ايه اخلي التتبيله يبقى ايه تتبيلتها كده حلوه معايا، وحطيت كمان حبه خل، وهنحشي بقى ايه الحشوه التمام التمام. بصوا شكله وطعمه حاجة كده جميلة. طب انا ما عنديش حاجة اشوي عليها، احنا هنشويه فين؟ طب خليكم معايا وهنشوف هنشويه فين وازاي، وبطريقة حلوة قوي قوي. حبيت ايه كده ايه نحشي كده ونتحشيه حشوة حلوة، والخضار ده طعمه جميل في الاكل بيبقى تحفة. خدت الليمون كده بقى وايه وعصرت عليه ليمونتين كده، وخليت الليمون جواه كده، وعقبال ما اروح اعمل رز. طبعا عملت رز ابيض مش رز صياديه، السمك المشوي بتعمل معاه رز ابيض. جبت رده دي كده بنجيبها من عند العطار، وهنتبل بيها السمك ده رده فقط لا غير، ما بنحطش عليها لا دقيق ولا اي حاجه خالص، رده وبس. هنغلف السمكه كلها، ما نخليش حاجه باينه فيها خالص خالص من الرده عشان ما تلزقش معايا. زي ما انتم شايفين معايا كده. يمكن انا بسكت شوية بس يا جماعة علشان خاطر تركزوا معايا في الوصفة، وما بقاش يعني برغي كتير معاكم، ولو اني انا ببقى حابة كده جدا. بصوا بقى انا اعمله على الجريل دوت. لو انت ما عندكيش جريل ممكن تعمليه على اي صاجة، ممكن تعمليه على صاجة البوتاجاز، اي صاجة. زمان كده كنا بنجيب علبة السمنة وما نرميش الغطا بتاعها وبنعمله عليها. دلوقتي برضه هنقدر نتصرف. عندك صينية قديمة، عندك اي حاجة اعملي عليها، ولا بندهن الصاجة اي حاجة خالص. واول ما السمك ينزل معاكي كده اوعي تقلبيه، سيبيه علشان ما يطلعش معاكي لازق ومش حلو. سيبيه ياخد وضعه كده، واول ما ياخد شوي وما تخافيش خالص. السمك هو اسمه سمك مشوي، فلو حتى اتشوى زيادة مفيش اي مشكلة. الجوانب بتاعته بنقلبها على جميع الجوانب. بصوا بقى الكبة اللي انا ضربت فيها الخليط ده كله، طبعا انا ما غسلتهاش في ساعتها، حطيت فيها كده حوالي نص لتر من المية، ونزلت بيه مع الخلطة اللي انا كنت شايلاها، وحطيتها في الصينية، وحطيت عليهم شوية ملح وشوية شطة وشوية خل وشوية كمون، ازود بيها كده علشان انزل فيها السمك اول ما يخلص. ويا سلام على الخلطة دي بقى، حاجة كده جبارة، ولا تقولي لي احلاها مطعم سمك، والله العظيم طعم فاخر من الاخر. زي ما انتم شايفين كده، يعني كل شوية كنت بقلب فيه، بصراحة كنت مستمتعة وانا بعمله. بصوا زي ما وما طلعش اي دخنة ولا اي حاجة خالص، بصراحة جميل جدا في البيت وطعم لذيذ، وحسيت ان انا باكل حاجة وانا عاملاها بنظافة، حاجة انا عاملاها بايدي، عارفة معمولة ازاي ومغسولة ازاي، بجد والله تحفة. بصوا كنت بقلبه على جوانبه ازاي علشان يستووا من كل الجوانب، وهتشوفوه معايا دلوقتي حاجة
تحفة تحفة. يلا بقى لو انت شايفة ان الفيديو يستاهل اللايك، حطيلي اللايك الجميل بتاعك اللي بيفرحني والله. اللايكات يعني كتير بيخشوا الفيديو وما بيحطوليش اللايك. بالله عليكم فضلا وليس امرا وجبر خواطر، لان ربنا يعلم انا بحب اصور لكم كل حاجة، بس محتاجة اللايك منكم. ولو مش مشتركة في القناة يا ريت تشتركي في القناة، وكل ده مش هياخد منك اي حاجة خالص والله. بصوا كنت بقلبه كمان علشان اسويه من كل النواحي كده زي ما انتم شايفين. وكده خلاص كان خلص معايا، وكان كده قبل المغرب بالظبط بربع ساعة او تلت ساعة، لا تلت ساعة او بنص ساعة كمان. هنزله بقى كده ايه في المية بتاعته لمدة دقيقتين، واقلبه كده شمال ويمين لمدة دقيقتين يشرب الايه التتبيلة بتاعته، واروح مطلعاه ايه هطلعه بقى في سيرفيس التقديم كده زي ما انتم شايفين. ايوه، عايزه اقول له، عايزه بقى رايكم في الكومنتات، وايه رايكم في السمك ده وطريقه السمك، ويا ترى انت ليكي طريقه بتعملي بيها السمك تاني تكتبها لي في الكومنتات. ويلا بقى نتعلم من بعض كده، واحنا كلنا بنتعلم من بعضينا. ولو شايفه ان انا في حاجه بعملها غلط يا ريت تكتبي لي في الكومنتات، وانا هعملها زي ما انت عايزه طبعا. شرف ليا طبعا كل اللي بيخش عندي القناة جديد، بجد بجد بتشرفوني. هخلص كل كمية السمك وهحضر السفرة خلاص، علشان ايه بقى اول ما المغرب بتدن احنا بنغير رقنا وبنروح نصلي، وبعد كده بنبتدي بقى ايه نقعد ايه ناكل كده زي ما انتم شايفين. السفرة هي عملت رز ابيض، وعملت سلطة الطحينة، وكنت جايبة جرجير، والتتبيلة شوية الخضار اللي فاضوا مني من التتبيلة بتاعت حشوة السمك، عملت شوية سلطة تحفة ورحت حطاهم عليها فبقت جميلة جدا. يعني اي حاجة فاضت مني ما رميتهاش، اي دقة فض منك اي خضار تحطيه على السلطة هيديكي طعم رهيب رهيب. قولولي ايه رأيكم في الفيديو، ولو انت اول مرة تخشي قناتي يا ريت بقى تاخدي لفة كده وقوليلي ايه اللي مش عاجبك في قناتي، واكتبيلي في الكومنتات، ورأيكم يهمني. ومش بزعل من اي كومنت سلبي خالص خالص، بالعكس اللي بيكتب لي كومنت سلبي ومش بيعجبه حاجة ببقى عارفة ان هو خايف عليا. يا ريت بقى اسمع كده رأيكم، وتكون شفتوا الفيديو للآخر، ويا ريت تكونوا حطيتولي كمان اللايك. واشوفكم على خير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.